الملك جورج السادس والد الملكة إليزابيث الثانية عانى من تلعثم شديد في الكلام. تولى العرش بشكل غير متوقع عام 1936 بعد تنازل أخيه إدوارد الثامن. كان الملك جورج مترددا وغير واثق، وشكل التلعثم لديه تحديا كبيرا، خاصة في وقت كانت فيه بريطانيا على شفا الحرب العالمية الثانية. استعان الملك بليونيل لوغ معالج نطق أسترالي لمساعدته على التغلب على التلعثم. استخدم لوغ طرقا غير تقليدية، وركز على بناء ثقة الملك بنفسه وتعليم تقنيات التنفس والاسترخاء. نجحت جهود لوغ، وتمكن الملك جورج من إلقاء خطابات مهمة، مثل خطابه الشهير في بداية الحرب عام 1939، والذي رفع الروح المعنوية للشعب البريطاني. استمرت العلاقة بين الملك والمعالج حتى وفاة الملك عام 1952 عن عمر يناهز 56 عاما. قصة الملك جورج السادس هي قصة إصرار وشجاعة وتغلب على الصعاب.